يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. النهارده بقى يا ست الكل هعمل لك قراقيش الصاج الواحد وطبقتين من العجوه، حاجه حصريه وجديده وهتعمليها على مرحله واحده. تقدري تخبزي كميه واحده مره واحده، لا هتعملي بقى كذا صاج ولا تقعدي بقى تتني وتفردي مره واحده وفي صاج واحد يا ست الكل. وهتعملي احلى قراقيش وفعلا هتدعيلي على الوصفه دي. بس في بدايه الفيديو كده هوريكي بعض الفيديوهات اللي احنا عملناها على القناه، وهسيب لك اللينكات كلها في صندوق الوصف. اللي مش عارف صندوق الوصف فين يا جماعة، هتضغطي على العنوان مرة هيظهر لك كلمة المزيد، هو ده صندوق الوصف. بس قبل ما يبدأ الفيديو لازم نعمل ايه؟ لازم نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل خلق أجمعين. السلام عليكم محترمي اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب للوصفة المميزة. طبعا هتحط لايك للفيديو، ولو ما اشتركتش اشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو يوصلك شعر بيه. واتمنى ان تشاركوا الفيديو ده بين اصدقائكم علشان تعم الفائدة للجميع. ويلا بينا بسرعة على الوصفة السهلة البسيطة جدا. مبدئيا كده انا معايا كيلو الا ربع من الدقيق، يعني 750 جرام من الدقيق، ومعايا 300 جرام من السمنة مسيحاهم على النار. وهبدأ انزل بقى بالسمنة على الدقيق، وهنفضل نبس فيهم كده حوالي 5 دقايق او 10 دقايق. كل ما تبسي اكتر تاخدي نتيجة احسن. وممكن لو ما عندكيش عجان يا ست الكل تبسي على ايدك. طيب نروح نعمل الخميرة والسوائل بتاعتنا والسكر لحد ما ينبس معانا. معايا نص كوباية من السكر، وده اختياري، حابة تقللي تزودي ممكن تعملي معلقتين على حسب كمية العجوة اللي انت حطاها في القرقيش. انا دلوقتي حطيت نص كوباية من السكر، عليهم كوبايتين من الحليب، عليهم معلقة كبيرة من الخميرة. طبعا احنا لسه هندوب السكر الأول، وبعد كده هننزل بمعلقة كبيرة من الخميرة. الجو برد دلوقتي يا جماعة، فلازم ندفي اللبن تدفية بسيطة. وبعد كده هقلب الخميرة مع السكر مع الحليب. حد هيقولي ممكن تعملي بمية بدل الحليب، هقولك يعني دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه. بس في سياق الفيديو احنا دلوقتي مستناه كويس قوي حوالي 5 دقايق. خلاص هبدأ انزل بالسوائل على الخليط بتاعي. بس يا جماعة يفضل ان يكون السمنة تكون سخنة، اما تنزلي بيها على الدقيق يكون سخنة دلوقتي لان الجو بدأ يبرد. فانتي لو السمنة مش سخنة يعني كويس، الدقيق هتحس انه جرمز معاكي، خاصة دلوقتي الجو برد. لكن لو في الصيف عادي مفيش مشكلة خالص، ممكن تشتغلي على البارد. بعد كده هصب الخليط اللي هو الخميرة والسكر على العجين بتاعي. مش هعجن بقى كتير، يا دوبك تقليبة امزج الحاجات دي كلها مع بعضها علشان العجينة ما تعملش عرق معايا. وطبعا انا مش هخمر، هسيبه بس 5 دقايق يرتاح وابدأ اشتغل فيه على طول. ونروح للعجوة بتاعتنا. انا دلوقتي معايا 400 جرام من العجوه، حابه تستخدمي نص كيلو مفيش مشكله خالص، حابه تستخدمي كيلو الا ربع على قد العجينه دي اللي احنا عاملينه مفيش مشكله، على حسب انت بتحبي العجوه كتير ولا قليله في القراريش. ومعايا معلقتين كبار من السمسم المتحمص، وده اختيار يا جماعه، لو حابه ماشي مش حابه ما تحطيش سمسم خالص. وثلاث معالق من السمنه، وهبدا اعجنهم كويس قوي لحد ما تطرى معايا. يفضل السمنه تكون سخنه علشان تطرى معاكي بسهوله. وهقسم العجوة دي على جزئين اتنين، هعملها كورتين اتنين. وهنبدأ ننزل بالعجينة معايا اهي، وأقسم العجينة دي ل3 أجزاء متساويين. أنا دلوقتي جنبي ميزان فهوزن كل قطعة علشان يبقوا متساويين قد بعضهم. لو حضرتك يا ست الكل ما عندكيش ميزان يبقى عينيكي ميزانك، يعني هتبص بالعين كده وتعمليهم قد بعضهم علشان طبقات القرقيش تبقى قد بعضها، يعني السمك يبقى كل واحد. وبرضو العجوة أقسمها لقطعتين قد بعض بالظبط. انا قلت لك لو عايزه تكتري العجوه مفيش مشكله خالص، على حسب انت بتحبي ايه. انا بصراحه مش بحب العجوه كتير في القرايش. وهنبدا نفرد زي ما انتم شايفين اهو، قسمت العجوه برضو لجزئين. في الوقت ده يا جماعه الصاج اللي انا هشتغل فيه مقاسه قد ايه؟ مقاسه 30 في 40. مقاس الصاج ده 30 في 40. لازم يا جماعة علشان تعملي صح الشغل بتاعك صح هتجيبي كيس وتقيسيها على قعر الصينية بالظبط علشان تفردي العجينة وتفردي العجوة على قد الصينية بالظبط، وهتشيليها بالكيس كده وتقومي حطاها في الصينية بمنتهى السهولة. يعني هتجيبي كيس تقيسيه ايه على قد الصينية بالظبط. في الأول طبعا أنا هفردها في الصينية، أول طبقة من العجين هفردها في الصينية على طول. بس حطي كيس على الوش كده علشان الكيس ده هيسهل عليكي إن انتي تخلي العجينة مفيهاش مطبات متساوية مع بعضها كده. والقطعتين العجوة زي ما انتم شايفين اهو. هبدأ افرد بقى الطبقة الأولانية من العجوة واحط كيس فوق وكيس تحت، وهنبدأ نفرد على قد الصينية بالظبط.
خلي بالك يا ست الكل، المفرش بتاعي ده اللي انا بفرد عليه ده، انا حاطه طبعا كيس فوق وكيس تحته، هو قد الصينيه بالظبط، علشان كده انا بفرد. ولو حسيتي ان زايد في الصينيه كده بتقطعيها، واللي ما فيهوش تحطيه له، مفيش اي مشكله خالص. طيب واحنا في سياق الفيديو كده يا جماعه، هقولك اللبن بيعمل ايه في القراقيش والميه بتعمل ايه. انتي يا ست الكل، لو انتي هتعملي كمية كبيرة من القراقيش بلاش تحطي لبن، بدل يعني بدل المية دي، بدل الحليب حطي مية، لأن الحليب بيأثر عمر القراقيش أو القرص. معروف ان الحليب مش بيخلي القرص او القراقيش تعيش كتير. فلو انت هتعملي 3 4 كيلو 5 كيلو، بلاش تعملي بلبن، اعملي بمية. طيب اللبن بيعمل ايه؟ اللبن بيدي القراقيش طراوة شوية كده، لكن لو انت عايزاها مقرمشة يبقى بلاش تحطي لبن، حطي كوبايتين مية بدل اللبن. متفقين متفقين. حبيت بصراحة، يعني انا بحب اقول لكم كل حاجة. لما انتوا شايفين كده بترفعي الكيس كده وتعمليه، ولو انت لقيتي في زوايد وفي حتت ما فيهاش، هتبداي تقطعي كده وتحطي للي ما فيهوش. انا بقى بقول لك يا ست الكل، لو وصلتي المقطع ده يا ريت تحطي لايك، ولو ما اشتركتيش هكون سعيده جدا باشتراكك، وهكون اسعد لو بعتيلي اي كومنت. ان شاء الله ورده جميله زي كده، وجه مبتسم يا ست الكل، هيبقى كده من ايدك زي العسل وزي السكر. والله حابه اشكركم كتير كتير على الدعوات والكومنتات الحلوه اللي بتفرحني، يعني انا والله ما عارفه اقول لكم ايه، مدى سعادتي ومدى يعني فرحتي لما بقرا الكومنتات بتاعتكم. ربنا يا رب دمكم نعمة في حياتي، اجمل واغلى اخوات في الدنيا. نرجع للفيديو بتاعنا، شايفين انا بفرد ازاي؟ بحاول اسويها من الجناب. طبعا انا قايسه قلت لكم الصينيه علشان تسهل معايا، وحاطه كيس، الكيس ده هيسهل عليكي قوي. طيب لو انت عايزة تعملي نص كيلو دقيق بس، وفي نفس الصاج 30 في 40، هتعملي نص كيلو دقيق، هتحطي طبقة واحدة بس من العجوة، مش هتحطي طبقتين. أنا بصراحة حبيت إن أنا أعمل حاجة جديدة النهاردة. طبعا هو كله عملها بطبقة واحدة من العجوة، بس أنا قلت طب وليه ما عملوش طبقتين، أكنه كعب غزال كده. طبعا كلكم عارفين كعب الغزال بيبقى ملفوف كده كذا طبقة من العجوة. بصراحة يعني كانت تجربة تحفة، أول مرة أجربها، وإن شاء الله مش هتبقى آخر مرة. طيب نعمل الطبقة التانية من العجوة. طبعا هما 3 طبقات من العجين، وطبقتين 2 من العجوة. طيب الخبيز بتاع القرايش دي بينخبز على درجة حرارة كام؟ دي أهم حاجة يا ست الكل. هاتيلي ودنك بقى علشان أقولك تعملي ايه. هتشغلي الفرن في الأول عشان تسخنيه على درجة حرارة 200، وأول ما تيجي تدخلي الصاج هتقللي درجة حرارة على 140، وهترفعي الشبكة لفوق، يعني تحت الشواية بشوية صغيرين، وتبدأي تحطي الصاج عليه، الصاج بتاع القريش عليه. طيب كلنا عارفين ان هي بتبقى متقطعة ولازقة ببعضها، فهي تاخد وقت كتير، لغير ما يكون انت حاطة القريش مفردة عن بعضها. فهتاخد معاكي بالظبط يا ست كل كمية العجين دي ساعة كاملة في الفرن، وما تشيلهاش قبل ساعة. أقول تاني، ساعة كاملة وما تشيلهاش قبل ساعة، لأن العجين ده يا جماعة لازق في بعضه، وكيلو إلا ربع. لكن لو انت هتعملي نص كيلو بس وطبقة من العجوة واحدة، يبقى هتاخد معاكي حوالي 40 دقيقة بس. متفقين متفقين. طيب درجة الحرارة دي أنا ما عنديش تايمر، ومعرفش درجات الحرارة، ما تعديش تقولي لي أرقام. هقول لك يا ست الكل، 140 دي يعني هادية جدا. يعني هتهدي النار على آخرها، بس تسخنيها في الأول على نار عالية، وبعد كده تهدي النار على آخرها، وترفعي الشبكة لفوق. كل ربع ساعة هتغيري الصينية لحد ما يمر الساعة بتاعتك. طيب انت لقيتي الوش بتاع القرايش احمر، والساعة يعني الساعة ما خلصتش اللي انا قلتلك عليها، يبقى يا ست الكل هتجيبي اي ورقة زبدة تغطيها، او اي صينية تغطي الصينية بتاع القرايش لحد ما يمر الساعة عليها. بس لازم تهدي الفرن، اوعي تعلي الفرن. لو عليتي الفرن يا ست الكل، القرايش هتبقى عجين من جوه، مش هتبقى استوت معاكي تماما. متفقين خلاص. بعد كده بدهنها دهنة من الحليب، علشان طبعا انا هرشها رشة من السمسم. لو انتي مش هترشي رشة من السمسم بلاش، مش لازم تحطي حليب خالص، وممكن برضو ترشي رشة بالسمسم كده من غير حليب خالص. بس هتحطي كيس فوق السمسم وتضغطي ضغطة كده بالنشابة بسيطة.
طيب بعد ما نشكلها كده، طبعا احنا ما سيبناهاش تخمر. بعد ما هنشكلها ونقطعها بالسكينة هنغطيها بكيس بلاستيك ونسيبها ساعة كاملة تتخمر تماما. طبعا يا جماعة مش بتخمر قوي زي المعجنات اللي هي الفينو والكلام ده، لا بتبقى عاملة زي البومبي بسيط كده على الوش، علشان طبعا يبقى فيها سمنة. طيب حد يقول لي القرايش دي يا جماعة يعني متوسطة، مش دايبة قوي ومش يعني ومش ناشفة. طيب لو انت عايزة دايبة بزيادة يعني، يبقى هتزودي 100 جرام، هتحطي 400 جرام بدل 300 جرام لو انت عايزة القراقيش دي دايبة بزيادة. لكن هي دلوقتي كويسة خالص، مش ناشفة ومش دايبة قوي بزيادة، يعني متوسطة. يا رب ما اكونش نسيت اي حاجة يا ست كله. على العموم لو انا نسيت اي حاجة اقولها في سياق الفيديو ابعتيلي كومنت، وانا ان شاء الله بجاوب على كل الكومنتات. شايفين انا بقطع قطعية اللي انت حباها قطعية، حبة صغاري اللي انت حباه. بس اول ما تطلع من الفرن مشي السكينة عليها كده ايه بين القطعيات اللي احنا ما عملناها، علشان تبرد بقى براحتها، وما تقربيش منها خالص لحد ما تبرد تماما. ارجع واقول تاني، لو انت عايزه القراقيش مقرمشه بزياده ما تحطيش لبن وحطي ميه، لان اللبن بيطري القراقيش شويه، لكن الميه بتخليها مقرمشه ودايبه اكتر. شايفين انا رافعه الشبكه فوق، يعني عملت اجيب في الفرن عشان اوريك انا رافعه الشبكه قد ايه. شايفين طبعا هي بردت تماما، سبتها حوالي ساعتين كده لحد ما بردت تماما. شايفين الشكل عامل ازاي؟ بصراحة اكنه بسكوت ويفر ولا ايه مش عارفة. طبعا هي الصورة خيري ده اللي شايفين القهرية عاملة ازاي، ما شاء الله تحفة. شايفين الجمال. انا طبعا هستنى منك كومنت يا ست الكل لما تعمليه وتقولي رأيك فيه. انا واثقة ان هيعجبك من اول مرة وهتعتمدي الطريقة بنسبة 100%. شايفين وقد ايه هش من جوه وقد ايه جميل طعمه فوق الوصف. حابة تعملي بسمنة بلدي بسمنة نباتي مفيش مشكلة خالص، دي تنفع ودي تنفع مفيش مشكلة. شايفين قد ايه هش من جوه. طبعا لازم تفرجيه عن بعضه كده خلاص، يعني ما تسيبوش لازق في بعضه، فرجيه عن بعضه كده. ما تحاوليش تعبيه في علبة بلاستيك اول ما يطلع، سيبيه عبيه تاني يوم. واسيبكم في رعاية الله وامانه، انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.